تخيل الامريكان امتحان الاس اي تي كان فيه غلطه؟ فعلا كان فيه غلطه، وحلوا 300,000 واحد على مستوى العالم سنه 1982 وثلاثه بس اللي عرفوا يحلوه. ليه؟ لان التشويسز كلها كانت غلط. تعالى اوريك المساله بتقول ايه. بص يا سيدي، انا عارف ان انت مصدوم، انا عارف، لكن فعلا على المعلومه دي معلومه حقيقيه. سنه 1982 حصل الكلام دوت. بص على الاكزامبل دوت وركز فيه جدا. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان الاكزامبل دوت عباره عن ايه قدام عينيك. لو انت بصيت كده هتلاقي ان هو عباره عن سيركل، خلاص، two circles على بعض. فبيقول لك in the figure above the radius of the circle A is 1/3 the radius of circle B. يعني ده يعتبر 1/3 الراديوس بتاع دوت. اوكي، بيقول لك starting from the position shown in the figure circle A rolls around circle B at the end of how many revolutions of circle A with the center of the circle first reach its starting point. يا ترى 3/2 ولا 3 ولا 6 ولا 9/2 ولا 9؟ طبعا ولادنا المميزين جدا حوالين العالم كله 300,000 واحد، تخيل حضرتك كلهم غلطوا ما عدا 3 انفار. خلاص، وعملوا بقى حديث صحفي ونزلت على الجرانين كلها زمان. فبالتالي فعلا كانت عندنا مشكله كبيره جدا. طبعا لو انت بصيت على الاكزامبل هتحس نفسك انك الله ده الموضوع سهل قوي يا مستر. احنا هنا مثلا، طبعا انا هقول لكم الفيك والغلط، ان لو احنا سمينا ده 1 مثلا وسمينا ده مثلا 3، فيلا بينا ده سيركمفرنس وده سيركمفرنس، يلا بينا نعمل ايه؟ هناخد ال2 باي ار مثلا بتاع الكبير اوفر ال2 باي ار بتاعه الصغير. ده اللي انت توقعته، هتطير ده مع دوت وساعتها هتبقى 3/1. الناس تختار 3. الكلام ده غلط. معقول يا مستر؟ الكلام ده غلط، لان فعلا الناس كلها حطت الانسر دوت، ولكن الانسر الصح عن طريق رول. اسمع بقى الرول يا معلم، لان فعلا كتير جدا من المدرسين حتى على مستوى العالم كان في غلطه كبيره جدا فيها. بص يا سيدي، يقول لك في رول جميل قوي يمكن الناس مش عارفاه. يقول لك ايه؟ لو انت بتعمل رولينج اوتسايد، يعني لو كانت السيركل دي بره هنا، خلاص، والسيركل دي عايزها تتحرك في الاتجاه ده وتفضل ماشيه 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 بالمنظر ده around ده بايه؟ ده perimeter of the triangle. ليها رول تاخد البريمتر بتاع التريانجل بلس السيركمفرنس على السيركمفرنس. فلو قلت ساعتها البريمتر بلس السيركمفرنس بتاع السيركل على السيركل يطلع لك ان بلس ال1، يعني عدد الريفولوشن زائد 1، اللي هو يطلع ده كله يعتبر نمبر اوف ايه؟ اوف ريفولوشن ان بلس ال1. نفس الكلام لو انت هنا بتاخد الرولينج كان زي ما انت شايف هنا رولينج انسايد، رولينج كان انسايد، فساعتها بعمل السيركمفرنس زي ما انت شايف كده رولينج انسايد. يعني انا هنا انا برول من اول هنا وبمشي بالشكل دوت. خلاص، ايه اللي هيحصل؟ قال لك في الكيس الظريفه دي باخد السي السيركل اللي جوه ماينس السيركمفرنس اللي بره على دوت، يديك الريفولوشن ان ماينس 1. يبقى الريفولوشن كله على بعضه ان ماينس 1. طب لو انا اوريدي انا عايز اعمل السيركل اهي، ركز معايا، وعايز امشي على اللاين ده، ايه اللي يحصل؟ يقول لك ال على سي اللي هو السيركمفرنس equivalent to number of revolution على طول، ما فيهاش لا بلس ولا ماينس لانها على خط واحد. طيب ترجم لي اكتر يا مستر، ان احنا عندنا مشاكل ومش فاهمين الكلام دوت. يعني من الاخر كده يا سيدي، مساله زي كده لما تحب تحلها ازاي؟ هتاخد السيركمفرنس كله ده، خلاص، هتاخد ده كله وتعمله ايه يا دكتور؟ هتاخد السيركمفرنس كله، يعني هتاخد من الاخر كده بالبلدي كده، لو انت على الرول اللي انا اشتغلته المفروض بتاخد السيركمفرنس ده بتاع ده بلس ده على السيركمفرنس مين؟ على السيركمفرنس الصغير، فبالتالي يطلع معاك الان بلس ال1. اقول لك طريقه سريعه، ده 1 وده 3، خلاص كده، يبقى ده 1 وده كام؟ وده 3. حضرتك عايز تحسب، فانت هتحسبها بالمنظر ده، كانك بتطلع الايه؟ بتطلع السنتر بيمشي حوالين السيركل بالمنظر دوت. وبالتالي اصبح لو انت ركزت في الاكزامبل دوت، فانت بتعمل 1 بلس 3 يعني ايكويفالنت تو كام؟ ايكويفالنت تو 4. وبالتالي يبقى ساعتها بتاخد السيركمفرنس بتاع مين يا شباب؟ بتاع انا دلوقتي عملت ال 3 باي، فساعتها هتزود عليها 1 وتعرف عدد الريفولوشن في الكيس دي هتبقى ايكويفالنت تو 4. يعني انا هنا في الاكزامبل دوت، انا لو لفيت اللفه الحلوه بتاعتي هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا همشي من ده لده، ده 1 وده 3، فيبقى ساعتها ال 2 باي ار ساعتها هتبقى ايكويفالنت تو كام؟ ايكويفالنت تو 4. خلاص؟ على مين يا شباب؟ هنا بقى الفكره كلها على ال 2 باي
ملتبلاي باي 1. طب هو ال 4 دي جت منين؟ جت من مجموع ال 2 باي 1 بلس ال 2 باي 3. اصبح الاثنين بقى 2 باي ملتبلاي 4. كنسل ده مع دوت فيطلع الانسر في الكيس دي ايكوفالنت تو 4. يبقى هو ده الفاينل ريزلت بتاعنا. يبقى هي لفت كام لفه؟ لفت 4 لفات. يبقى هنا في مساله زي كده ما دام انا باخد سراوند الشيب نفسه مش من جوه يبقى بعملها بلس. باخد السيركمفرنس الصغير بلس السيركمفرنس الكبير على الصغير. طب لو انا بعمل السيركل من جوه اعمل ايه؟ اخد السيركمفرنس الكبير ماينس الصغير على الصغير فيديك عدد الريفولوشن اقل من الطبيعي بتاعها. لو انت قسمتهم على بعض بتنقص منهم واحد، وبالتالي يبقى عندك في فرق لما بين ان السيركل تلف على السيركل الكبيره وفي فرق لما تكون من جواها، واحده بلس والثانيه ماينس. يبقى انت لازم تركز في الرول دوت. ان فعلا لما جه في الامتحان كان في ناس كتيره فعلا عندها مشكله في الدرس دوت، وبالتالي ده الرولز اللي انت هتمشي عليها. لو رولينج اوتسايد باخد البريمتر. عشان كده انا عوضت في الاولانيه يا جماعه، انا شلت البي اللي هي البريمتر بتاع دوت وحطيت مكانه ايه؟ حطيت مكانه السيركمفرنس عشان هي كانت سيركل. حطيت مكانه ايه؟ حطيت مكانه السيركمفرنس بتاع الدايره نفسها. يبقى ده بلس ده اوفر دوت. يبقى ده يعتبر الجريتر او اللارجر اللي هي الكبيره. يبقى انا ده يعتبر اسمه اللارجر بلس السمولر اللي هي بتلف على السمولر، فيطلع ان بلس ال1 يعني يقصد بيها ايه؟ عدد اللفات بيكون ازيد واحد. يعني لو انا هنا عندي زي ما احنا كنا مطلعينها في الاول مطلعينها 3 صح؟ هي ما طلعتش 3، طلعت كام؟ 3 بلس 1 ب 4. معايا؟ هنا نفس الكلام، باخد السيركل اللي يقصد بيها دي عباره عن انهي يا جماعه؟ عباره عن الخط الابيض ده الكبير ماينس الصغير اللي هي مين يا جماعه؟ اللي هو الصغننه دي. وبالتالي ساعتها بقول هو دوت اللي هو عايز يحسبه، فبياخد السيركل الكبيره ماينس الصغيره على الصغيره يطلع ان ماينس ال1. طب لو كان لاين وبتمشي عليه سيركل دايما الطول بتاعها طول السيركمفرنس هو طول ال او طول السايد اللي انت ماشي عليه فقط لا غير، بما ان مفيش منحنيات ولا في الكلام دوت. ده الرولز المهمه جدا جدا جدا. الاس اي تي غلط بس غلط سنه 1982. ركز معايا وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هتلاحظ ان في كتير جدا فيديوهات فيها تريكس جميله قوي في امتحانات الامريكان وبمستوى عام في الماث خاصه بمستوى خاص. وركز جدا جدا وان شاء الله باذن الله مزيدا من الفيديوهات خلال الفتره اللي جايه. تابعني على الشانل، ولو لسه الفيديو ده اول مره تشوفه اعمل سبسكرايب للشانل نفسها، وان شاء الله باذن الله هيوصلك كل جديد اول باول. اشوفك على خير. معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.